السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه اكيد اسكندراني. وفيديو بقى النهارده هنجرب كل المنتجات المصريه البديله للمنتجات المقاطعه لمنتجات الكيان الصهيوني. طبعا بقى كلنا عارفين المبادره بتاعه المقاطعه دي بدات في الوطن العربي كله وانتشرت جدا في مصر، وبدات ان المنتجات بتاعه الكيان الصهيوني ديت ان هي نعمل لها مقاطعه. يعني هي بتبقى وسيله ضغط ان احنا نخفف الالم عن اخواتنا الفلسطينيين، ونقدر ندعمهم باللي احنا نقدر نعمله. ان انت تقلل المصروف بتاعك في حاجه بتقتل اخوك او حاجه بتدعم بيها الكيان اللي بيموت بيها اخوك. فمن مسؤوليتنا ان احنا نقول لك بقى على الحاجات اللي موجوده في الصناعه المصريه والحاجات اللي تبع المقاطعه. والفيديو دوت ان شاء الله يعجبكم ويعرفكم ايه هي المنتجات المصريه اللي احنا لازم ندعمها كويس عشان الصناعه بتاعت بلدنا تبقى مزدهرة وكويسة، وايه المنتجات اللي احنا نبعد عنها. فخلينا بقى اول حاجة كده لايك للفيديو واشتراك في القناة لو انت لسه ما اشتركتش. ويلا بينا بقى نشوفوا المنتجات اللي معانا النهارده ايه. معانا جزء كبير من المشروبات البديلة للبيبسي، وهي بقى مشروبات كده كلها مصرية، وهنجرب النهارده جزء منها، وان شاء الله هيبقى في اجزاء كتير جدا من الفيديو ده عشان الفيديو ميبقاش طويل. فاحنا النهارده هنجرب جزء من المواد الغازية، ونجرب بقى كمان جزء كبير من البطاطس والمنافسة مع شيبسي. يعني كله طبعا خلاص شيبسي بقت تبع المقاطعة، فاحنا هنجرب كمان البدايل، والبدايل عندنا حاجات كتيرة قوي. وكمان بقى هيكون معانا بسكوتات كده بقى بديلة للمنتجات بتاعة المقاطعة. فخلينا كده بقى نبدأ الفيديو ونشوف أول حاجة هنبدأ بيه. نبدأ بقى بأول حاجة معانا وهو بديل الشيبس وهو البطاطس. والبطاطس هنا عندنا منتجات كتير، عندنا شركة تايجر، عندنا فوكس، عندنا في شركة اسمها برافو. فاحنا المرة دي هنبدأ بالتايجر. هنجيب كده كل الحاجات اللي بتصنعها تقريبا تايجر. في كده حاجة بيصنعوا حاجات ب5 جنيه، وفي حاجات كده تبع بيك شيبس هي برضو نفس الشركة ب10 جنيه. فخلينا كده نبدأ يعني الحاجات دي كلنا اكيد دقناها. شكل البطاطساية اهي. طعمه حلو، حاجات يعني تستحق انها تنافس يعني. بصوا بقى ده بقى البيك شيبس، سعره عامل 10 جنيه. يعني بصوا البطاطساية عاملة ازاي اهي، كلها لون واحد وتتبيلة واحدة اهي. والله طعمها جامد بالجبنة الحارة. وفي كمان طعمين موجودين غير الطعم دوت، يعني متوفر من الطعم ده كده من الحجم دوت 3 أطعمة. طعمه برضو جامد. حاجة بقى تبع تايجر كده دي بريميوم برضو، تايجر اكسلانس، بطعم السموكي بالتشيز والجبنة المدخنة. الكمية بصوا عاملة ازاي، يعني بصوا الكمية في الكيس عاملة ازاي. وده كده بقى ايه شكلها. مم. جامد. والله عالمي. حاجة برضو تبع تايجر اسمها شيبس تيك، ايه شيبس تيكس. ده كده شكله، سعره برضو عامل 10 جنيه. مم. هي عيدان كده صغيرة برضو كمية كويسة. مم. مم. ده بقى كميته كبيرة جدا. نعم، كيس بصوا مليان. متوفر برضو 3 أطعمة. طب والله طعمه حلو. الحاجات دي أنا أول مرة أجربها، يعني ما جربتهاش قبل كده. نيجي بقى للبديل بتاع السامبايت. طبعا كلنا بنعشق السامبايتس، بس السامبايتس تبع المقاطعة. تايجر هنا بقى عملت حاجة شبيهة للسامبايتس، اسمه راسكي توست. مم. سعره عامل 5 جنيه. كميته
حلوة جدا والله، طعمه جامد. ده بقى يعني بيك شيبس، كنا جربناه قبل كده في فيديو بين بيك شيبس والشيبسي، وطلع فيه نفس الأطعم، والبيك شيبس عجبني جدا. يعني ده أكتر بديل للشيبسي. يعني تايجر طبعا عارفين إنها بتعمل بطاطس شبه دي كده، اللي هي البيك شيبس، وبطاطس اللي هي المضلعة بقى اللي هي التايجر العادية. فدي كده أقوى منافس للشيبسي. مم. لا، طعم الخل والملح جامد. كده احنا خلصنا كل البدايل للشيبسي اهو، كلهم يعني 10/10. حاجة مش بطالة، صناعة مصرية 100%، بتشجع بيهم منتج بلدك. في أطعم أكتر من كده بكتير وشركات أكتر من كده بكتير، بس ساعة المنتجات ديت هيبقى الفيديو كبير جدا، فهنعملوه أجزاء. يعني هيبقى الفيديو هو المقاطعة، بس هيبقى مجزأ لكذا جزء. كده احنا خلصنا أول حاجة من ده، لوتسي، تقليد البسكوت اللي هو اللوتس. في منه بقى اللي هو الشكل اللي هو المدور دوت، والشكل اللي هو المستطيل. سعره عامل برضو 5 جنيه. بصوا شكل البسكوتية عامل ازاي اهي. دي كده في 6 قطع منه ب5 جنيه، يا بلاش والله. مم. طعمه جامد قوي. ميزته كمان بقى ان انت لو هتسقيه في شاي او بلبن هيستحمل معاك، هيستحمل معاك جامد يعني. مم. بصوا بقى ده اقوى منافس للبسكوت اللوتس، نفس الشكل بالظبط، وجايب ايه نفس الاسم، وسعره عامل 5 جنيه، في حوالي 9 قطع. مم. كتاكيتو بقى تبع الشمعدان، أقوى بديل للكيكات، ومن أحسن البسكوتات اللي ممكن تاكلها بالشوكولاتة. سعرها عامل 5 جنيه، شكلها عامل ازاي. مم. عالمي. ده بقى كمان بديل للنسكافيه أو الكوفي ميكس، عندنا كوفي بريك ب7 أطعمة. ده كده بقى شكله بديل لل كل أنواع النسكافيه بقى، بندق، لاتيه، فانيليا، اي حاجه من دي، هو ده البديل بتاعهم. في حاجات في شركه تانية اسمها نسكافيه مصر، هتكون في الفيديو اللي جاي. فاحنا في كل فيديو كده هنعرض حاجه تكون بديله للمنتج دوت، لان من كترهم هيبقى الفيديو طويل. فكوفي بريك دوت يعني طعمه حلو قوي، ومفيش يعني مفيش فرق ما بينه وما بين نسكافيه او بونجورنو. في بقى كمان بقى البسكوتات لمبادة، بسكوت كده ايه متقطع كده. طعمه حلو قوي مش بطال، وسعره عامل 5 جنيه برضه. لا حلو لمبادة. نيجي بقى عشان نبلع، عندنا سبيرو سباتس، يعني اللي بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة ومحدش لاقيها. أنا ملقتش غير الطعم دوت اللي هو التفاح الأحمر. في شركة تانية بقى لقيتها جنبي كده بالظبط اسمها لايك، عندها برتقان وتفاح أخضر، ده كده شكله.
وكولا كمان اهي، دي شكلها. وعندنا بيج بقى في منها برضو بتاع 5 أطعمة. وفي بقى المية البديل لنسلة، بركة، أكوافينا، دساني، كل دوت تبع المقاطعة. عندنا بقى إيلانو. يعني شوفي بصوا، دي اللي عجبتني قوي، اللي هي الحتة بتاعت العلم بتاع فلسطين ومصر. في كمان بقى حياة صافي. كل المية ديت معانا مش تبع المقاطعة. فخلينا كده بقى ايه نجرب سبيروس باتس دي. نبدأ بسبيروس باتس دي أول حاجة. دي سعرها عامل 8 جنيه. بس طبعا في تجار تاني بتبيع بقى ب10 جنيه وب15 ويلا اديله. دي كده بقى ايه اهي العلامة بتاعتها اهي. خلينا ندوق كده بسم الله. مم. هو طعم التفاح هنا مش ظاهر قوي، بس طعمها حلو قوي. يعني بيقول لك ان الشركة دي من 1920، منتج مصري 100%. ماشي. يعني خلينا نبدأ بقى بإيه، نجرب لايك ده عشان نشوف الدنيا فيه عاملة ايه. سعر اللايك هنا عامل كان بكام؟ 8 جنيه. كانت ب8 جنيه. الوزن بتاعها 300 مللي. خلينا ندوق كده بسم الله. مم. يعني هي الصودا مش قد كده، والجودة برضو مش قد كده، على قدها برضو. هي مدية على سيناكولا، فكده طعمها مش بطال. بس ماشي في سبيل المقاطعة برضو عادي. يعني هي مش الحياة مش كلها بيبسي وكوكاكولا يعني. دي بالتفاح الأخضر. مم. لا هنا التفاح الأخضر طعمه حلو أوي. نسبة الصودا فيه كمان عالية، والستيم بتاعه عالي. لا طعم التفاح الأخضر حلو. خلينا بقى نجرب لايك كده بقى ايه بالبرتقال، بديل الفانتا. بسم الله. مم. هو حلو بس مش برضو مش قد كده. لا التفاح الأخضر كان طعم عالمي. البيج طبعا معروفة. سعر البيج ديت عامل 5 جنيه، حوالي 240 مللي. خلينا ندوق كده. لا هنا البيج في الكولا احسن من اللايت بكتير جدا. يعني هنا الستيم بتاعها كويس وعالي. الصودا هنا عالية قوي فيها، يعني طعمها جامد جدا. والمية خلاص كلنا عارفينها بقى، مش هندوق المية كمان. يعني ده كانت فيديو النهاردة، فيديو كده خفيف وصغير. حاولت ان انا اشارككم ايه هي المنتجات المصرية اللي احنا بندعمها، وايه المنتجات البديلة للمنتجات المقاطعة بتاعة الكيان الصهيوني، علشان ما نشتريش منتج نقتل بيه اخواتنا، او يستخدموا الاحتلال ان هو يقتل بيه اخواتنا. وكل واحد يعمل اللي يقدر عليه بقى. انت وظيفتك ان انت تقول لواحد زميلك مثلا بيشرب الحاجات ديت لا في البديل، والبديل كويس الى حد ما، ووفر فلوسك واشتري بيها الحاجة المنتج المصري اللي تقدر تشجع بيه منتج بلدك. فلو حبيتوا نعمل الجزء التاني والتالت والرابع، يعني رأيكم بقى في التعليقات. في التعليقات بقى عايزين دعوات كده حلوة لاخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم على اللي هم فيه يا رب، يحفظهم. ومن هنا الفيديو تاني، السلام عليكم.